كنت أشاهد التيك توك بشكل طبيعي جدا، وفجأة يطلع لي فيديو لبنت بلوجر تحكي بموضوع وتنصح فيه عن موضوع تشارك الأزواج. تحكي إنه 5 أشخاص بيتزوجوا 5 بنات ويتشاركوا الزوجات مع بعض. تحكي إنه هذا الموضوع جدا طبيعي ومفيد، وتعطيكم نصائح وتعطيكم إفاداته. البنت مسلمة محجبة وتعطي بهذا الموضوع نصائح. أنا ردة فعلي كانت أسوأ من هيك. وقت شفت الفيديو والله العظيم هيك فتحت تمي. ايش في؟ وين نحن؟ انا فكرت الفيديو بالذكاء الاصطناعي مصنوع، او فكرت في احد قاصص من الفيديو، فرحت ادور عشان ما نظلم البنت نحكي عنها بالفيديو. هذا الفيديو صح يعني. فانا كان عندي كم شعره مشيبه، تقريبا نص شعري حاليا مشيب من الموضوع اللي شاهدته. ويا هلا ويا مرحبا، رجعت لكم بفيديو جديد. معاكم اسامه. يوميا بنشر فيديو بحكي لكم عن المواضيع تطلع الترندات وبحكي عنها. فاذا انت اول مره تشاهد القناه اتمنى تضغط زر الاشتراك واللايك عشان الفيديو يطلع، وشكرا على دعمكم بالفيديوهات اللي قبل. انا صراحه طلعت الفيديو بحكي مشان توعيه واعطي رايي ونحكي عن الترند بشكل عام. هذا الفيديو للبنت اللي بتحكي ما راح احكي شيء حاليا، اسمعوها رح تنصدموا. كنت صغيرة قوي لما اتعلمت عن الزواج الجمعي الجروب ماريج، وده معناه انه 5 رجالة بيتجوزوا 5 ستات، وكل حد فيهم ليه حقوق زوجية مع باقي الأعضاء. باقي الاعضاء ايش هي؟ منظمه ولا شركه؟ ترى انت عم تحكي عن ازواج، ما عم تحكي انه عن شركه بتعمل شغل. كمل الفيديو. يعني ال5 رجالة كل واحد منهم زوجاته هم ال5 ستات، وال5 ستات كل ست منهم هي أزواجها 5. نظام. فكرتوا شوية في النظام ده هتلاقوه نظام ناجح جدا، نظام ناجح جدا. بيزود إيجابيات الجواز وبيحل كل مشاكل الجواز. لو خلفوا مثلا 10 أطفال محدش فيهم هيبقى عارف الأطفال دي وهي بتوع مين، ميزه انه ما حدا يعرف مين الطفل تبعه. هاي ميزه. فكل طفل بدل ما يكون عنده أب وأم هيكون عنده 5، والبيت بدل ما يصرف عليه راجل واحد هيكون بيصرف عليه 5. ولو انت عايز تعجز بأمان وابنك ايش عم يشيلك في تخبص هاي؟ المستقبل، فانت مش عندك ابن انا عم شاهد واحد، انت الفيديو هيك عندك انجننت. 10، لأن محدش عارف دول أطفال مين، فممكن يكونوا أطفالك انت. مفيش أي حد هيزهق من جوزه أو مراته، لأن لو اتخانقت مع واحد واو، صراحه الفكره ممكن يكونوا انت سمعتوا ممكن يكونوا اطفالك انت، بتحكي لكم شيء جدا واو، شيء جدا عندك منيح. 4 تانيين. لو انتي متعصبة ومستفزة جدا وبالمنطق بتاعك ازاي وده غلط وده حرام، في ناس تانيين برضو بالمنطق بتاعهم شايفين انك حرام تبقي child free، وربنا خلق لك رحم ليه اصلا. المنطق بتاعك احكمي بيه على نفسك. متلفت لا يصل. بحاول اعود نفسي اني مهما شفت حاجات خارقة فاسقة مريعة انا كأني مش شايفة اي حاجة، لا وكمان مش حاسة. يعني هي بلشت عم تحكي اشياء غريبه على اساس انه انا مثقفه ودارسه وهيك، وهي ما بتعرف اساسا هي مين. اتوقع شاربه شيء وطالعه بتحكي هذا الفيديو، او ما بعرف في شيء جدا غريب بالفيديو. انا بس حاليا تارككم تسمعوا كلامها، بعدين راح ما افجرها. ينفعش حد يقدر يجت to me. You get to me. لا تحكي انجليزي، انت بتحكي على اساس انك مثقفه مشان الله. يدخل لي يستفزني يخترقني. لو كذا حد بيقدر يجت to You get to you you. هالمره ويشفت الثانيه بحكي لك التركيز تحكي بتاعك انجليزي. من عليكي انتي عليه هو، يبقى انتي كده بتتلفتي. يبقى حرفيا حاجات تافهة زي كده هي السبب اللي بتخليكي مش بتوصلي. محتاجة في أسرع وقت تتلفتي back on track. كونترا. صارت اخر مدري كل الكلام فيديو عباره عن هيك وهم. انتم حاليا اتوقع تشاهدون الفيديو هيك عاملين اثمكم. انا حاليا هيك عامل، ولكن ضابط اعصابي شوي. هي نقرا التعليقات على هاي الفيديو. جماعه حدا يقول لي انه اي اي ارجوكم، وانا مشان الله انا ضليت ادور انه اي اي، بس لا للاسف طلع حقيقي. يعني انا كمان اتمنى انه يكون اي اي. مرحبا بيكي بوزاره الداخليه. لا انا صار عندي صدمات تيك توكيه، لا انا صار عندي صدمات كل شيء. انا بتقول ايه دي؟ كل التعليقات حاكين انه حدا يقول لي انه ده اي اي. معقول بجد ده حقيقي ولا اي اي؟ بتقول ايه؟ هذا الفيديو اللي شاهدته مو كلامها هي البنت. ما بعرف صراحه شاربه، هي بوعيها مو بوعيها، هذا الشيء لا اعلم فيه. دورت كثير عشان اشوف الفيديو كامل، ما شفت الفيديو كامل، ولكن مبين ان كلامها حقيقي. البنت انمسكت يعني وانسجنت، وبعدها طلعت بتبرير جدا غريب تدافع فيه عن حالها بعد ما انسجنت. اسمعوا التبرير اللي بررته. يعني خلينا نشوفكم التبرير. خليه تضبط صاحبة دعوات الجمع بين الازواج واختلاط الانساب بالقاهرة. شوفوا هاي مسكوها، يعني الحمد لله انه مسكت، لأن عم تحكي أشياء جدا غريبة. المشكلة هسه في حاليا كثير ناس واعية عم بيشاهدوا الفيديوهات على التيك توك أو بأي مكان، وفي ناس على فكرة أطفال. يعني كنا مرينا بمرحلة أطفال، مرحلة إنه نصدق كل شيء عادي. هذا الشيء طبيعي، مو إنه شخص يكون غبي إنه بيصدق هيك أشياء، لا لا.
شيء جدا طبيعي، ولكن بهاي الامور لازم يطلعوا الناس على السوشيال ميديا ويوضحوا هاي المعلومات وبيعطوا نصيحة. فانا صراحة طالع يعني بعطي نصيحة، مشان الله تشوفون شيء على الانترنت وتصدقوه، مو كل شيء تشوفوه تطبقون على الحياة الواقعية. انا كثير بخاف حاليا ناس اطفال بتاخذ فكرة انه حاليا هي بتاخذ كلام هي انه صح، بتروح والله تتزوج بنت 5 أشخاص أو شخص بتزوج 10 وحدات. تخيلوا شخص تقريبا عمره 10 سنين تنبني بداخل مخه هاي الفكرة إنه عادية أو مزبوطة. هذا الشيء جدا غلط. أكثر زمن غريب لازم الإنسان ينتبه على نفسه. في كثير أشياء عم تطلع على السوشيال ميديا، أحد من الأهالي عم بشاهد، فضروري تنتبهوا على أولادكم، تعطوهم نصائح. ما بعرف كيف، لأنه نحن حاليا هذا الزمن جدا صعب، صار يطلع كل شيء على السوشيال ميديا. مثلا فكرة هي عم تحكي إنه الزواج الجماعي مفيد وإله فوائد. تخيلوا شخص عمره 10 سنين تعجبه الفكرة يعني ويطبقها. فضروري اي شخص ينتبه على نفسه، ينتبه على اخوه الصغير. انت عندك اخ صغير، اخت صغيره، تنتبه عليها، تشوف ايش عم بتشاهد، بتنصحها. هي من صفحتها بعد ما القى القبض عليها طلعت بهذا الفيديو الغريب وصارت تبرر تبريرات. شوفوا الانكار اللي تنكره. صفحة إخبارية أخدت الفيديو بتاعي وكتبت عليه عنوان مضلل جدا. أولا اللي اتكتب ده خاطئ تماما، وأنا لا أروج لأي حاجة سؤال، زي كده هي أبدا. حكت لي كتب بالفيديو اساسا الكلام اللي انت عم تحكيه حاليا. المشكله وقت شخص يكذب كذبه، حاول انك تكذبها، حاول تطلع وتعتذر، حاول يعني لا تعمل الناس غبيه قدامك، لانه انت عم تثبت التهمه عليك اكثر. وده شيء لا يمكن يتطبق عندنا أبدا، ولا ليه أي علاقة لا ببلدنا ولا ديننا ولا عاداتنا ولا تقاليدنا. لكن علشان هم يعملوا فيوز لازم يشوهوا سمعة الناس من غير أي تحقق من صحة المعلومات. لا، ما هو حاليا اي شخص على السوشيال ميديا صار يغلط وبعدها يطلع يبرر، صار يحكي انه الناس عم تعمل مشان الفيو. في كثير اشخاص تماما ظلموا بهاي السالفه وطلعوا ناس يحكوا عليهم مشان الفيو، ولكن انت طالع بفيديو بتحكي ولا حكيتيش اساسا نصيحه. انت بالفيديو طالع كامل وبتروجي، تعملي ترويج كامل وبتعملي نصائح الزواج المختلط، ما ادري تبادل الازواج، ما بعرف ايش هالصراحه، ايش هالنظام أنا لا أروج لأي حاجة زي كده إطلاقا. المثال اللي ذكرته وذكرت المنطق بتاعه، فده بالنسبة للقبائل اللي طبقته أو اللي بتطبقه. إحنا ملناش أي علاقة. كل حد بيعمل حاجة مهما كانت بالنسبة لنا إحنا فاسقة شنيعة مريعة، وأنا قلت في الفيديو إن دي حاجة فاسقة شنيعة مريعة. لكن كل حد بيعمل حاجة كده هي من وجهة نظره. شوفوا انا ما صراحه ما سمعت كلمه لا شنيعه ولا مدري ايش. وانا كمان اوضح فكره انه الفيديو حاولت اشوف فيديوهات الكامله، مثلا فيديوها اللي تحكي فيه كامل ما طلع لي. هذا الفيديو الواحد طلع على الانترنت، فيعني هي لو بدها تبرر تطلع الفيديو كامل تنشره عندها. ولكن بما انه ما طلعت ونشرت الفيديو عندها كامل، فصراحه هيك بيحق عليها هي حكت هذا الكلام كامل يعني، ولا انه قصت منه. فالناس ما قصت شيء، الناس بس عرضت الفيديو. ولكن اذا البنت عن جد بدها تبرر نفسها كان بدها تعرض فيديوها اللي نشرته وحكت فيه انه هذا الكلام اللي قبل اللي حاليا عم تبرره حكت فيه في الفيديو، فهيك الناس ممكن تساعدها بالتبرير. ولكن اذا ما نشرت هيك فيديو ما في اي داعي للتبرير. وهو منطقية جدا. الغلطة اللي احنا بنعملها في حياتنا احنا هو اننا بنركز على افعال الناس في حياتهم هم، وبنركز على كل حد بيعمل ايه. كل ما بنتلفت وبنركز على تصرفات الناس التانية اكتر، مهما كانت تصرفاتهم فعلا غريبة وملفتة ولازم اركز ولازم ابص ولازم اشوف الناس دي ازاي بتعمل كده، لكن كل ما انا بعمل كده كل ما بيقل تركيزنا على حياتنا. كل ما بيقل تركيزنا على حياتنا. المهم صارت هيك تدخل موضوع بموضوع. سؤال، ليش مسكرة التعليقات عندك؟ ليش مانك فاتحة التعليقات؟ طب خلي التعليقات تسألك وانت جاوبيهم، يعني ليش تخافوا انكم تسكروا التعليقات؟ فكمان هذا يثبت انك كمان مخطئة. انا حاليا ما يطلع بالفيديو اتهمها اتهام كامل انه هي مخطئة ما بعرف ايش. عم احكي اذا اي شخص على السوشيال ميديا نصيحة طلع ومثلا انفهم غلط يطلع يبرر. مثلا اذا انت الفيديو عندك ناس قصوه، اطلع وانشر الفيديو كامل انت، هيك بتبرر نفسك. ولكن لما تطلع فيديو وتحكي انه الناس بدها فيو عشان عم تحكي عن قصتك، صراحة جدا غلط هاي المعلومة. انتم ايش رأيكم بهذا الموضوع؟ أكيد أكثركم شاف فيديو هاي الهبلة صح؟ الزواج الجمعي، الجروب ماريج. وزارة الداخلية المصرية على إلقاء القبض عليها فشفتم سريع جدا تم القاء القبض عليها بمصر. سريع جدا. سبحان الله، ربنا إحنا ميزنا عن الحيوانات، ولكن في بشر بتضلها تركض لتصير زيهم. هاي خريجة قسم ونصيب، هذا جيل قسم ونصيب وزمن الرويبضة اللي بتقول لك 5 ستات مع 5 رجالة في فيلا وبتصير جمع الزواجي ومش عارف شو. يعني والله سوالف كمال واحد بيسولفها بينه وبين حاله، والله بينه وبين حالي بستحي اسولفها، افكرها تفكير غلط اصلا. فبصراحة والله جهد رائع لوزارة الداخلية المصرية، وانت الله لا يردك، لا انت ولا اشكال. لازم اصلا كل حدا بيطلع بافكار ممكن تضرب
العادات، التقاليد، العقيدة، لازم هيك ينجر نفس شفنا ردة فعل هي صناعة المحتوى، تحكي كمان ترندات عن الموضوع. فمثل ما شفت كثير على السوشيال ميديا عم يطلعوا بيحكوا عن هاي الشخصية، فصراحة لازم الكل كمان اللي عنده هيك صفحات بيطلعوا بينشر عن هيك شيء، لأنه عن جد أنا خايف للأطفال أو الأحد شخص بيصدقها وبتدخل الفكرة بمخه. أنا هذا الصراحة الخايف منه. القوات الداخلية بمصر فورا ألقوا القبض عليها، وتخيلوا بعد فورا فيديو صارت تحكي انه انا ما حكيت هيك شيء. خلاص مشان الله يعني خلاص ممكن تعتذروا، ممكن تعملوا شيء، ولكن لا تكذبوا فيديو انتم صورتوه ونشرتوه. فاتمنى تكونوا استفادتوا من الفيديو واستمتعتم. لا تنسى من اللايك والاشتراك بالقناه. الشكرا الجايه، مع السلامه.